تعاطفتش مع الست ببصله بصراحه، لان دي تربيه ايدك، ودي نتاج حصاد اللي انت عملتيه السنين اللي فاتت. يعني احنا بقينا عايشين في زمن الله اعلم، كل واحد يروح يعمل لنفسه ولعياله دي ان ايه. والله يا جماعه يعني هي هتمشي كده بقى، كل واحد يروح يعمل دي ان ايه لنفسه ولعياله عشان يطمن ان دول عياله. انا بكلم الناس اللي شافت الفيديو من بره اوله من فوق القشره. كل الناس اللي دفعت انا متاكد 90% ما شافوش الفيديو كله. اسمعوني بقى عشان تعرفوا الفيديو فيه ايه وصفحتها نفسها فيها ايه. سابت الست في الارض ومشيت. واجبك انت مش ربنا مش هتحاسبيها. ده المسجون في السجن اللي عامل جريمه لما بيعيا السجن بيوديه المستشفى السجن والدكتور بيعالجه. الدكتور بيقول لما بيقولش ماليش دعوه اصل ده مسجون انا مش هعالجه. لا، الراجل بيعمل واجبه، بيعالج مجرم بس واجبه. فحضرتك هنا ده اسمه تنمر وتنظير على الناس. لما تطلعي تقولي الرجاله تعمل تحليل DNA عشان تتاكد من بنوه عيالها، هنا الحفله اللي انت كنت عاملاها خلت لسانك زلف. انا عارف على فكره ان قد يكون ما تقصديش اللي بتقوليه، لكن تقصدي التقليل من الناس. هو حضرتك كنت بتتكلمي على التربيه، هو انت شايفه ان الاسلوب اللي كنت بتتكلمي بيه ده الاسلوب ده اسلوب تربيه؟ ده اسلوب حد يعني ده الاسلوب اللي صح ان الحد المتربي يتكلم بيه؟ هل ده اسلوب طبيبه تطلع تتهم نساء الشعب المصري ورجالتهم ان هم يعملوا تحليل DNA لان عشان يتاكدوا ان عيالهم ومش عيالهم؟ ايه يا استاذه ده؟ ايه ده؟ وتاني بعد لكم يا جماعه، هي طالعه بتنظر علينا مش بتقول واقع. طب ما احنا عارفين الواقع، كلنا عارفينه يا جماعه. وبعدين بقى اللي يغيظني اكتر يجي يقول لك ايه، ما هو انتوا سكتوا على كذا. مين قال ان احنا سكتنا لما بيحصل اي حاجه غلط؟ مين قال ان احنا بنسكت على الغلط؟ بس برضه مش معنى ان في غلط حصل قبل كده في اي موضوع ان كان ان احنا نستبيح الغلط يبقى في كل المواضيع. يعني سكتنا هنا ما نتكلمش هنا يعني منطق غريب قوي. يعني غلطت ما تقوحوش. انا بقى هوريكم بوست من على صفحتها عشان اكد لكم ان الموضوع ما كانش معاها كده. ده منهج حياه عندها. هي متعوده تقلل من الناس وتتنظر على الناس وتفشي اسرار مرضى الناس تحت بند هي فاكراها روشنه. هي مش روشنه. ده المفروض انتوا اللي بتطبطب على المريض ايا كان بقى هو عامل جريمه مش عامل جريمه. بعد ما بيتعالج يروح للقانون يعاقبه. حضرتك بتقولي في المستشفى وانت بتحكي البنت عندها وواحده دخلت اجرت واحد، انت مش من حقك تقولي الكلام ده. انت كطبيبه شفتي شيء غلط بتبلغي الشرطه بتيجي تتعامل وشكرا وبقك بيتبرشم. مش صح انك تطلعي تقوليه. طلعت تقولي لنا واحد كان واحده غلطت واجرت وقت. طب ما احنا عارفين ان المجتمع فيه كل الكلام ده. المجتمع فيه اطفال شوارع وفي ناس متشردين وفي كل حاجه، وكل المجتمعات فيها الصالح والطالح. انت ما جبتيش جديد. هو الجديد اللي حضرتك جبتيه ان انت في وسط كلامك اهنتي الناس، اهنتي ناس محترمه. لما تقولي للناس احنا عايشين فين؟ كل الرجاله تروح تحلل مش تتاكد، وتقولي كل راجل عنده بنت يستنى بنته هتجيله بالفضيحه امتى؟ لا يا ماما، هو انت بس المتربيه في الوطن العربي؟ الشرف والاخلاق والقيم والمبادئ عندك انت بس؟ عيب. هوريكم بقى حاجه هتقولي عشان انت منفعل عليها ليه كده؟ انت ما قلتلناش جديد على اللي اتقال في الميديا. لا انا قلت لكم جديد على اللي اتقال في الميديا. قلت لكم انتوا شفتوش الفيديو كامل وقلت لكم نقطتين وهسمعهم لكم. يعني انا في الجزء بتاع عشان بس ما حدش يقول لك انا ما سمعتش بتاع الست بتقول لك شايفاها مفرفره اهو اسمعوا. طلعت بره الاقي بقى الست واقعه على باب العياده والناس عمالين يسندوها، وواحد من الناس اللي بيسندها بقى الست واقعه على الارض مفرفره فعلا. يعني اللي بيقومها الحقونا يا جماعه ده ما فيهاش نبض الست ماتت. طبعا انا ما وقفتش ولا بصيت في ايه وماليش دعوه. ما عطفتش مع الست ببصله بصراحه لان دي تربيه ايدك. سمعتوا؟
والجزء بقى بتاع عايزه الرجاله تحلل، اسمعوا عشان بس ما حدش يكذب يقول لك ايه ما قالتش، لا قالت، اسمعوا. يعني احنا بقينا عايشين في زمن إيه الله اعلم، كل واحد يروح يعمل لنفسه ولعياله دي ان ايه. والله يا جماعه يعني هي هتمشي كده بقى، كل واحد يروح يعمل دي ان ايه لنفسه ولعياله عشان يطمن بص شوف لعياله. البوست ده على صفحتها، البوست اللي على صفحتها ده افجر من الفيديو اللي هي عملته، ومعمول في 12 مارس. قلبنا في صفحتها لقينا الكلام ده. بص هي بتتعامل مع الناس ازاي، الطريقه اللي بتتعامل بيها مع الناس فيها تعالي، فيها تنمر، فيها كبر، فيها قله ذوق، فيها قله ادب. البوست اللي هقراه لكم في كلمه انا مش هقدر اقولها، هي بالانجليزي، خدوها بقى ترجموها تعرفوها، بس انا يعني مش هقدر اقولها لكم. شوفوا كده البوست بيقول ايه، اتفضلوا. النسوان اللي لا مؤاخذه بتجيلي الساعه 2 والساعه 3 صباحا بتشتكي من اللولب، ولا بتشتكي من عدوى مهبليه او اي شكوى هبله عشان تتهرب من جوزها عشان ما تعملش انتر كورسز. ممكن حضرتك بمنتهى البساطه تقولي للنطع جوزك انك مش عايزه، بدل ما تيجي تقرفي اهلي في النبطشيه الغبره دي. غلطت في الراجل النطع، دي اول حاجه. الحاجه التانيه، هو ده مش افشاء اسرار مرضى؟ يعني انت يعني ايه الاسلوب ده؟ اسلوب دكتور يا جماعه؟ قسما برب الكعبه دي لو بيعت مناديل تحت كوبري وقاعدين بيتخانقوا مع بعض مش هيقولوا الالفاظ دي، عشان بس انتوا الناس طلعت دفعت. ده منهج حياتها، ده اسلوبها. الاطباء على عيننا وراسنا، بس اللي هيتنمر علينا ولا فاكر انه بيجبي علينا متشكرين ليك. انتوا مش احسن من البشر، انتوا بتعملوا خدمه، المهندس بيخدمكوا، الزبال بيخدمكوا، العامل بيخدمكوا، كل المجتمع بيخدم بعضه. ما تجبوش على الناس والنبي عشان تطلعي تتكلمي على الناس بالاسلوب ده. انا عارف، انا ما رضيتش اقول لكم ترجمه انتر كورسز دي، اللي هيكتب على اليوتيوب هيفهمها، او في ناس تفهمها كده لوحديها. انا مش هقدر اقولها لكم في البتاع لانه لفظ قليل الادب. دي مش همش وعيب اللي انتوا بتدافعوا عنها. في جزء كبير انا عارف ضد اللي حصل، بس في جزء تاني برضو كبير بيقول لك يا جماعه يا قالت حاجه مش موجوده، لا موجوده واحنا ما انكرناهاش. لكن وانت بتتكلم خلي اسلوبك كويس، ما تغلطش في الناس، ما تتهمش الناس في شرفها. يا استاذ انت هو اللي بتدافع. لو انا بديك نصيحه وبقول لك خد يا حمار انا ما اقول لك، مش هتسمع مني، اسلوبي زباله، تسمع مني ايه؟ لكن لما نقي الفاظي واتكلم معاك بادب واحترام، حتى لو عايز تنصحني هسمعك. انت بتتكلمي في حاجه عشان انت لسه صغيره فاكره ان احنا مش عارفينها. لا احنا عارفين يا ماما، المجتمعات فيها كل الكلام ده، احنا عارفين، وكل واحد قافل على بنته، والعائلات المحترمه بتطلع عيال محترمه. انت بحكم عملك بتقابلك كل حاجه، بيقابلك حمل السفاح ويقابل ده ماشي، ده يعني والعياذ بالله اللهم احفظنا، دي حاجات موجوده في المجتمعات. ما تطلعيش بقى تعمميها، عشان دي هو كل قاعده شواذ. فحضرتك رحت طالعه خليتي الشواذ قاعده ورحت قلتي حللوا ايه يا استاذه؟ ده في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا دكتوره؟ ده عيب، ده مش اسلوب دكتوره. هو حضرتك لو عندك عياده بعد اللي عملتيه ده، مين مريضه تقدر تروح لك عيادتك؟ يعني انا لو عندي زوجه وبتتعالج عندي مش هبعتها لك خلاص، انت لا تؤتمني. حاولي تهدي كده شويه وفكك من الترند، وفكك من العظمه اللي واخداكي دي، وانزلي على الارض شويه، وربنا يهدي الجميع، واشوفكم على خير. سلام عليكم.